ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل حلقات سون الجزء الثالث. بينتقل وينج على المستشفى اللي جوه مدرسه الفصيل 59، والكل قلقانين عليه لا يكون حصل له حاجه خطيره، واللي بيخليهم في قمه الغضب ان تانجي بيمنعهم يخشوا وراه. سون بتتعصب جدا وبتطلع سيفها وكانت هتقسمه نصين، ولكن جو بيوقفها في اخر لحظه وبيهديها. بيقدر وينج انه يتسلم من المستشفى وبيكلم ابوه علشان يجيبوا له تعويذه تانيه بدل اللي هتبوظ خلاص، لان لو قوته الكامله اتحررت هتبقى كارثه. في نفس الوقت بيجتمع الفريقين في الصاله الرياضيه لمدرسه الفصيل 59. بترحب مديره المدرسه شي بكل الموجودين، بتشرح لهم ان المسابقه هتبقى 5 ضد 5، وموجود في ميدان المسابقه 5 هياكل للمعدن والخشب والماء والنار والتراب. لازم الطالب يدخل سيفه في واحد من الهياكل علشان يجمع النقاط اللي محتاجها فريقه للفوز، وطبعا مع سيطره اعضاء الفريق على هياكل اكتر والفتره اطول ده يخليهم يجمعوا نقاط اكتر من الفريق المنافس، واللي هيوصل ل 100% الاول هيفوز بالمسابقه. تانجي بيقول لهم للاسف انتوا عندكم عضو ناقص من الفريق وكده هتبقوا منسحبين من المنافسه. غو بيعترض وبيقول انتوا كمان 4 اشخاص، بس تانجي بيتفاجئوا ان العضو الخامس موجود معاهم بقاله شويه، وفجاه بتظهر موجه كبيره في القاعه وبيظهر تحتها العضو الخامس البلطجي اللي جابه تانج علشان يضمن لهم الفوز، واسمه فينج. الواد ده شكله خطير وقوته الروحيه عاليه، وفي لحظتها بيختفي وبيظهر من ورا السون وهو عامل فيها رومانسي وبيقدم لها ورده، وهنا بتغضب سون ما بتبقاش عايزه تاخد منه اي حاجه. فينج بيديها اختياريه تاخد منه الورده ويبقى العضو الخامس في فريقهم ويساعدهم ضد الفريق 59، ولو رفضت هيكون السبب في خسارتهم. في اللحظه دي بيجي على شين وعايز يضربه، ولكن بسرعه جباره فينج بيهجم عليه بضربات قويه وفي منتهى المهاره لحد ما بيرميه على الارض. والمفاجاه ان شين بيقوم من جديد وجواه غضب ملهوش حدود، بيستجمع قوته وبيجري على فينج علشان يعلمه الادب. بس الواد ده خطير جدا وبحركه سحريه غريبه بيدمر ايد شين وبيرميه في الجو. في اللحظه دي بيوصل البطل المونكيز وانج، بيمسك صديقه بسرعه وبيلغي التعويذه السحريه وايده بترجع لطبيعتها. المرشد جو بيشرح ان التعويذه دي تعتبر طاقه سلبيه خطيره جدا بتدمر اي شيء، والمصيبه ان التعويذه اللي جو وانج اتدمرت بالكامل هتتحرر الطاقه السلبيه اللي جواه، وساعتها الكوكب كله هيتدمر في لمح البصر. الوحيد اللي حس بالخطا في اللحظات دي هو فينج، اللي شاف بنفسه الطاقه السلبيه بتدمر دراع شين ازاي رجعت تاني لطبيعتها، والتفسير الوحيد ان وانج هو اللي عالجه بتعويذه خاصه، وده معناه ان عنده قوه جباره. وعلشان يتاكد من قوته بيحاول يهجم عليه، بس وينج بيتفادى ضربته وبيسوق الورده منه وبيقدمها لسون، واللي طبعا بتاخدها وهي سعيده. في الوقت ده مديره المنظمه قدرت تتسلل للمدرسه وكانت بتراقب الفريق من بعيد وبتحاول تلاقي فرصه علشان تقتل سون، وفجاه بيظهر وراها فينج وبيسالها بتعمل ايه هنا. بتحاول تكذب عليه وتقول له انها من المدرسه، بس فينج حافظ كل الطلاب الموجودين وبيعرفها ان تنكرها ده مش هينفع معاه، وخصوصا ان باين عليها ست عجوزه. في اللحظه دي مديره المنظمه بتغضب جدا وبتديله ضربه قويه، والاتنين بيبدا بينهم قتال اسطوري. بيحاول فينج يمحيها من الوجود بطاقته السلبيه، بس المديره قوتها خاليه وبكل سهوله بتدمر طاقته السلبيه وبتلغي كل قوته. فينج مصدوم مش مصدق ايه القوه دي، واثناء اندهاشه المديره بتديله ضربه خطيره جدا. في اللحظه دي بيظهر وينج وبيشوف اللي حصل، مديره المنظمه واقفه ومش علقه الواد من رجليه. ما بيرضاش وينج يعمل اي حاجه، بيسيبها تكدفه عادي وبتاخدهم هما الاثنين وبترميهم على سطح المدرسه، وبتفضل تضرب وتتنمر على وينج علشان سون بتحبه. ساعتها بيفوق روح السيف بتاعه وبيستغرب من اللي بيحصل، وبيقول له ان التعويذه على وشك انها تبوظ بالشكل كامل، لازم وينج يتحكم في مشاعره اكتر من كده. بس وينج مش قادر، جواه غضب ملهوش حدود من التنمر اللي بيحصل له، ومن غضبه كل شيء حواليه بيبدا يتغير. وساعتها روح السيف بيقول له انه في خصم 50% على الاندومي النهارده. بيفوق وينج من غضبه وبيركز الاندومي وبيقول يا لهوي 50% بحالهم، وبينسى الغضب اللي جواه. ودلوقتي بتقرر مديره المنظمه انها تنتقل في هيئه فينج وبتجري على غرفه الاجتماعات وبتقول للجميع ان في كارثه ووينج اتخطف. في الوقت ده مساعد مديره المنظمه قاعد بيعتني بوينج، وفينج بيقول لهم ان كل حاجه هتنتهي وهيبقوا احرار بعد ما المديره تقتل سون. بيوصل جوي علشان يعرف اللي حصل وازاي وينج اتخطف. فينج المزيف بيقول لهم قصه من خياله وان في بنت جميله خطفته وهو اضطر يستخبى من الخوف. جوي بيتاكد من وصفه ان مديره المنظمه هي اللي خطفته. دلوقتي الحراس بتوع سون بيخافوا عليها وبياخدوها علشان تكون في امان بعيد عن المدرسه، وخصوصا انها هدف لمنظمه الظلال. بس سون محدش بيقدر عليها، تتغلب على الحراس وبتقول لهم انها مش هتمشي من هنا غير لما يلاقوا وينج ويبقى في امان. الكل واقفين وفخورين بسون، البنت اللي على استعداد تضحي بكل شيء علشان تنقذ حبيبها وصديقها، وباقي فريقها بيقرروا ياخدوا سيوفهم ويقفوا معاها. ومن خلال الكشف عن الطاقه الروحيه بالمدرسه بتقدر المديره تعرف ان في طاقه روحيه قويه في جزء مهجور من المدرسه، علشان كده الكل بينطلقوا على هناك. بيشوفوا من بعيد وانج متكتف ومربوط، الاصرار بيزيد جواهم، لازم يحرروا صديقهم ويخلصوه من الخطر. بيطير الجميع في الجو باستخدام سيوفهم وبيهجموا على مكان، ولكن مساعد قوته عاليه جدا فوق الوصف، بيتصدى ليهم ضربات اسطوريه والمكان بيتحول لساحه حرب.
المساعد مش ناوي يعديها على خير، بيطلع من طاقته الروحيه جيوش ذهبيه قويه جدا بتهجم على الجميع. الوضع خطر فوق الوصف. بتحاول سون انها تستخدم قوتها وتتصدى ليه، وفعلا بتقدر تدمره بسحره وبتهجم على جيوشه بقوه ومهاره عاليه وبتحاصر المساعد من كل اتجاه. بس ده خصم صعب الوقوف ضده، بيستخدم هو كمان مجموعه من السيوف وبيحارب سون. وسيوفها البنت بدأ قوتها الروحيه تضعف، ما بقتش قادره تتصدى ليه ولهجماته، خلاص على وشك الموت. بنرجع للماضي قبل بدايه الهجوم. وانجي شاف ان كل ده هيحصل في المستقبل وسون هتتعرض للخطر، وبيقرر انه ينهي القصه من بدايتها وباقل قوه عنده بيهزم المساعد وبيكتفه مكانه وبيخلي جو يقول ان هو اللي هزمه وانقذ الجميع. وانجي ما بيرضاش يلوم ان فينج موجوده في الحفره اللي جنبه وبيطلب من روح السيف يقعد جنبه ويحميه لحد دلوقتي المسابقه، وبكده الفريق المنافس مش هيبقى عدد كامل وهيخسروا. بس وانجي ما كانش يعرف ان مديره المنظمه متنكره في هيئه فينج، وتاني يوم بتظهر عادي مع الفريق وبتبقى واحده منهم، وكده الفريقين كاملين والمسابقه هتبدا. وانجي مش فاهم ازاي فينج ظهر، هل هرب من روح السيف ولا ده شخص تاني؟ المهم ان رئيسه هيئه المدارس بالمدينه بيبدا المسابقه رسميا بين الفريقين، كل واحد من التلاميذ بيستلم تليفونه وبيستلموا لاسلكي يقدروا يتواصلوا بيه مع بعض، وبيعرفوا ان ممنوع عليهم يطيروا اكتر من 5 امتار عن الارض، ومنطقه المسابقه محطوط عليها تعويذه علشان لو حد اتصاب يتعالج على طول. بالرغم ان وينج ما كانش عايز يشارك في المسابقه، ولكنه لما شاف اصدقائه متحمسين وعايزين يشاركوا وكانوا بيدافعوا عنه بحياتهم بيقرر انه يبذل اقصى جهده للفوز. ودلوقتي بتبدا المسابقه رسميا، كل فريق بيلمس بلوره سحريه خاصه بيه وبينقله لمكان المسابقه، وقبل ما بيظهر ابو وانج علشان يديله التعويذه كده بيلاقيه اختفى من قصاده ودخل لمكان المسابقه. ساعتها بيظهر جوي وبيسلم عليه، وفي لحظتها بيعترف له بكل حاجه وان التعويذه اللي على وينج مكسوره وممكن تتدمر في اي لحظه. فريق مدرسه 59 بيخترق النظام وبينزلوا مع بعض في منطقه الصحراء. بتلاحظ بي ودي خبيره في الاختراق وجمع معلومات ان قوه فينج مختلفه عن اللي موجوده في سجلاتهم، يعني لازم ياخدوا بالهم منه كويس جدا. وبتعرف اماكن الفريق 60 وان كل واحد منهم بينزل في مكان مختلف. شين في منطقه قريبه من هيكل المعدن، وسون قريبه من هيكل الماء، والكلب نزل جنب هيكل النار، وفينج نزل جنبه. اما وينج في الاغلب نزل جنب هيكل الخشب. واول لما واحد من فريق 59 بيسمع كده بينطلق لمكان هيكل الخشب علشان يسيطر عليه. غو بيبقى نزل مكان الفريق 59 بس مستخبي عنهم وسمع كل كلامهم، ولكن تانج بيلاقيه بسهوله، فالواد بيهرب من الخوف. تانج عامل خطه ممتازه ويسيطر على 3 هياكل وبكده هيضمن الفوز. بيقول لبيت تتجه لهيكل المعدن وهو هيروح لهيكل الماء. بتعلن شاشه النتائج في ساحه المعركه ان فريق 59 سيطر بالفعل على هيكل الارض بسرعه جدا، واضح جدا انهم محترفين. شين بيلاقي قصاده الهيكل المعدن بيساله نفسه يعمل ايه دلوقتي، وفي لحظتها بتظهر بيه بتقول له الهيكل ده بتاعي وبيخصني، العب بعيد يا شاطر. شين مش ناوي يستسلم بسهوله، بيهددها تبعد احسن لها، وما كانش يعرف ان بيه خصم عنيد ومهارتها غريبه بتقدر تتحكم في جسم شين وبتخليه يضرب نفسه بقوه لحد ما بيقع على الارض وبينحني ليها. في الوقت الحالي بتحصل معركه رهيبه بين الكلب وفينج المزيف، الاثنين في منتهى القوه، والكلب بيقدر يمتص اي طاقه روحيه بتخرج منه وبعدها بيستخبى. بيوصل واد لهيكل الخشب بيلاقي وينج مرمي على الارض، بيفتكره مات فبيسيبه وبيروح علشان يسيطر على الهيكل، ولكن في لحظتها بيقوم وينج وبيمنعه يحط سيفه في الهيكل، وساعتها بيوصل وهو بيحاول يدافع عن وينج ويساعده في القتال. الواد بيتصدى لضربته بقوه وبيدور قتال قوي وعنيف بين الاثنين. وينج واقف يتفرج، وسون في الوقت ده تقدر تسيطر على هيكل الماء، ولكن في خلال ثواني بيظهر تانج بسيوفه وبيبعدها عن الهيكل. كل واحد منهم بيخرج من سيفه الروح الخاص بيه وبيقفوا قصاد بعض تحدي قوي بين اثنين من اقوى المحاربين. ارواح السيوف قوتها جباره، بيحصل بينهم هجمات مرعبه. دلوقتي فريق 59 مسيطر على 3 الهياكل، والفريق 60 صفر. لو استمر الوضع كده هيخسروا بالتاكيد. فينج بيبلغ تانج انه هزم الكلب ويسيطر على هيكل النار، فبيطلب منه يجي لهيكل الماء بسرعه. سون بتفكر في حاجه واحده تسيطر على هيكل الماء بسرعه، ولكن تانج فاهم هي بتفكر في ايه، واثناء كلامه بيسيطر بيه على هيكل المعدن كده. خلاص الفريق 59 مسيطر بشكل كامل، مفيش غير هيكل الماء قصادهم، والفريق 60 لا حول له ولا قوه. بيستخدم تانج مهاره الجليد وبيحاول يسيطر على ساحه المعركه، ولكن سون بتهجم هجوم ممتاز بتدمر الجليد حواليها، ولكن روح سيف تانج بيتصدى ليها وبيبعدها عن الهيكل، وبتدور بينهم معركه مرعبه، ضربات سريعه بين الطرفين. بتوف سون عن القتال كده، وكل اللي بتعمله ملهوش فايده. في اللحظه دي بيوصل فينج المزيف وبيحاول يهجم على سون بضربه خارقه، بس تقدر تتصدى ليها بصعوبه. بتقرر تهرب وتسيطر على هياكل تانيه بدل ما تضيع وقتها في قتالهم، بس ما حدش منهم مديها فرصه ومصممين يخلصوا عليها. في اللحظه دي بيطير شيء غامض للسما، بتتهز ارض الملعب من تحتهم، الكل خايفين. تانج بيقول ايه القوه الاسطوريه اللي ظهرت دي، يا ترى مين السبب فيها؟ بتستغل سون اللي حصل وبتهرب، وبيتحرك وراها فينج علشان يلاقيها، وتانج بيسيطر على هيكل الماء كده. ال5 هياكل تحت سيطرتهم، فوزهم مضمون. في
في اللحظه دي بتعلن الشاشه ان الفريق 60 سيطر على هيكل الخشب. في شيء غامض بيحصل، تانج مش فاهم فيه ايه، مين اللي قدر يهزم زميله. بنرجع للمعركه اللي حصلت عند هيكل الخشب. الواد ما كانش قادر على غو وواقف يدافع عن نفسه بقوه، غو كمان مش قادر يهزمه، الاتنين قوتهم متساويه. وينج واقف يتفرج وكمان الكلب بيراقبه من بعيد. الواد فاكر ان وينج ضعيف قاعد مش قادر يعمل حاجه، فبيقرب منه وساعتها وينج بيكمل تمثيل وبيقع على الارض من الخوف. بيحاول غو يدافع عنه، الواد بيتصدى لهجماته ومستمر في الدفاع بقوه. وينج عارف كويس ان التميمه بتاعته ممكن تتدمر لو استخدم اي جزء من طاقته الروحيه، ومش عارف يعمل ايه في الوقت الحالي. لازم يساعد اصدقائه، ومن الغضب اللي جواه التميمه على وشك انها تنكسر، فبيجي للكلب بسرعه وبيعضه من قفاه مكان التعويذه وبيسحب الطاقه السلبيه كلها جواه. وفي لحظتها الاتنين بيندمجوا مع بعض. كده وينج بقى قادر يستخدم طاقته الروحيه العاديه، والكلب بقى يمتص اي طاقه سلبيه تخرج منه، وبلمسه واحده بيدمر السيف الروحي للمنافس بتاعهم. والواد بيتصدم وبيحس بالرعب، ما بيقدرش ينطق. وينج بيلمسه وهو ماشي، ومن قوته المرعبه الواد بيطير في الجو، وبكده بيقدر يسيطر على هيكل الخشب. وينج مش هيسيب فريقه يخسر نهائيا. بيوصل خبر اندماج لفريق المنافس، اول مره يسمعوا نماذج القوه الروحيه. دلوقتي الوضع الخطر بالنسبه لهم، وفي ثواني بيسيطر وينج على هيكل النار. بيحاول تانج يعمل اي حاجه، بيأمر واحد من رجالته يروح لهيكل النار ويحاول يرجعه ليهم، وبيحط خطه للسيطره على 4 هياكل والابتعاد عن وينج باي ثمن، وبكده هينتصروا بالتاكيد. بيوصل وينج لهيكل المعدن، بيصحى شين وبيسيطر على الهيكل وبيسيبه للحراسه. كده بقوا مسيطرين على ال3 هياكل، وشين سعيد جدا عشان عندهم امل في الفوز، ولكن فرحتهم بتنتهي بسرعه. تانج قدر مع فريقه يرجع يستحوذ على 4 هياكل، وهنا وينج فهم خطتهم ايه بالظبط. وفي لحظتها وينج بيستجمع جزء اكبر من قوه الكلب، بيحاول يهدي كده خطر عليهم، ومش هيقدر يلتهم طاقه سلبيه بالقوه دي، لازم يهدى شويه. بس وينج ما عندوش حل تاني، لازم يبقى اسرع بكتير. وساعتها بتكلمهم سون وبتقولهم على اللي بيعمله تانج، ولازم يحطوا خطه للسيطره على 3 هياكل على الاقل ويضمنوا السيطره عليهم. بتتجه سون مع غول لموقع هيكل النار بسرعه جدا، والواد اللي هناك هيبقى فريسه سهله ليهم. بتقدر تحدد موقعهم وبتفهم خطتهم، وبتقول لتانج انهم لازم يلحقوا صديقهم ويمنعوا سيطره سون على الموقع، بس ما بيقدروش يوصلوا في الوقت المناسب وسون بيسيطر عليه. اما وينج فبيروح هيكل الماء، وبكده بقى معاهم 3 هياكل، بس لسه الحماس ما انتهاش، وتانج مستحيل يسيب الفوز من غير حرب. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك والاشتراك في القناه، وما تنساش زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. دمتم سالمين، سلام. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ معنا النهارده ملخص سون الجزء الرابع. حاليا بتحاول سون انها تسيطر على هيكل النار، وبتفتكر كلام ابوها ان ما ينفعش تخسر قصاد عائله تانج اللي اهانوا عائلتهم لمده 14 سنه والقوا عليهم بسحر الاحتجاز. في اللحظه دي بيوصل تانج وهو متعصب، وبيقول لزميله في الفريق يجري بسرعه ووقف سون قبل فوات الاوان. بيحاول غو يساعدها ويصنع حاجز ويمنع الخصم من الوصول ليها، ولكنه بيقدر يحطم الحاجز بكل سهوله. سون بتحس بالتوتر والخطر وبتحاول تهجم عليه بعدد من السيوف، ولكن من غير اي فايده. البنت خايفه مش عارفه تعمل ايه، بتحاول تخلي 10 ثواني يمروا لحد ما تقدر تسيطر على هيكل النار، بس المشكله انها لازم تمسك سيفها طول الفتره دي. والمصيبه ان يروح سيف تانج ما بيديهاش فرصه وبيهجم عليها بسرعه رهيبه. سون بتتصدم مش قادره تنجز المهمه لحد دلوقتي، الهيكل تحت سيطره الفريق 59. تانج بيقول ان مفيش امل في انتصارها والافضل تستسلم دلوقتي، هم معاهم 3 هياكل وخلاص هيسيطروا على الرابع، والوحيد اللي مش قادرين يسيطروا عليه هيكل الماء. وحتى لو هي قدرت تسيطر على هيكل النار هياخدوه منها بسهوله. وعلشان تانج يضمن نجاحه بيبعت بيه لمرابط وينج، ولو اتحرك من مكانه هي تسيطر على هيكل الماء، وهيفضلوا على الوضع ده لحد نهايه الوقت. ثم بتقرر انها مش هتستسلم وتحاول تاخد هيكل النار، ولازم شين يحافظ على الهيكل اللي معاه من فينج اللي واقف قصاده وبيتحداه. شين طبعا الخصم بتاعه اقوى بكتير، ولكنه اعتمد على خطه صايعه انه يتفادى ضربات فينج لاطول فتره ممكنه، وبالطريقه دي سيفه هيفضل موجود في الهيكل ومعاهم. برغم ان الخطه ناجحه لحد دلوقتي، ولكن فينج المزيف جاب اخره وبيتريق على شين وبيقول عليه جبان مش قادر يحاربه. شين بيفتكر الماضي وابوه بيدربه بقوه غاشمه علشان ما يبقاش جبان، وساعتها فينج بيستغل الفرصه وبيهجم عليه، بس شين بيهرب منه بعجوبه، وده بفضل قوه تحمله العاليه وجسده القوي. في اللحظه دي فينج بياخد باله ان اوراق شجره الهيكل كلها معدنيه. بتيجي في باله خطه ممتازه، وبيمتص اكبر عدد من اوراق الشجر وبيطلقها مره واحده على شين في هجوم قوي ممكن يقطع جسمه. شين بيصد اوراق الشجر المعدنيه بكل قوته، ولكن مش قادر يتحمل اكتر من كده. الوضع صعب جدا بالنسبه له، وحاليا النتيجه 3-2 لصالح مدرسه
سنة 59. ثم مش ناوية تستسلم، بتحط خطة مع غو وبتقول جواها ان عائلة تنج مش هتنتصر عليهم تاني ومفيش حد هيقول عليها فاشلة. وفي لحظتها بيبدأ القتال بينها وبين روح سيف تانج، هجمات قوية بين الاتنين. غو بيستجمع قوته وبيحاول يلتزم بالخطة السرية، وبالرغم ان شين تعجب جدا من الدفاع ضد الهجوم الاخير ولكنه مصمم يوقف فينج ويمنعه من السيطرة على الهيكل. بس للاسف فينج بيهجم عليه بقوة رهيبة وبيصرخ من الألم، والمراقبين في حالة من الخوف على التلاميذ. سون حاليا ضعيفة قصاد روح السيف، مش قادر يتصدى لضرباته ومش عارفة تهزمه. وشين بعد ما فقد ايديه بالكامل لسه بيقاوم وبيحاول يمسك رجلين فينج. بيبقى الوضع مأساوي، بياخد كل ضربة أقوى من اللي قبلها لحد ما خلاص بيستسلم غصب عنه، وفينج بيحط سيفه في الهيكل. والمفاجأة شين بتخرج من جواه قوة روحية مرعبة بتخلي فينج مهزوم من قوتها، والرعب بيدب في قلبه وبيحس بالخطر حواليه من كل اتجاه. هو كمان نجح أخيرا في تجميع قوته واستدعاء روح السيف الخاص بيه، وبيظهر بشكل مرعب طائر عملاق ناري. تانج ما بيصدقش عينيه، الروح دي مخيفة، وعلشان غو بينجح في استحضارها سون اضطرت تضحي بروح سيفها الخاص، وبضربة أسطورية الطائر العملاق بيدمر روح سيف تانج وبيمحيه من الوجود. شين وبكل غضب وقوة بينفذ هجوم خيالي على فينج، ضربة فيها كل العزيمة والإصرار، وفينج واقف قصاد الهجوم مرعوب مش عارف بيعمل ايه، والدرع الخاص بيه بيتدمر. بيكمل الطائر العملاق هجومه على تانج وزميله الاتنين بيقعوا فريسة للعملاق، وبكده بيفشل فينج في السيطرة على الهيكل المعدني وبيقع من التعب. اما سون فبقوة الطائر الأسطورية بتقدر تسيطر على هيكل النار. كده 3-2 لصالح الفصيل 60. وبعد ثواني وينج بيتحرك بسرعة خيالية وبيسيطر على هيكل الخشب، وبكده النتيجة 4-1. مفاجأة مذهلة، مديرة المنظمة تفقد أعصابها خلاص، بتقول إنها مش هتنهزم قصاد عيل صغير، وبتظهر على حقيقتها والكل بيشوفها. بتيجي بسرعة على شين. وينج بقى قدر ازاي ياخد الهيكل الرابع بالسرعة دي؟ الفكرة انه انفصل عن الضفدع وسابه مكانه شكل بشري، فبيب افتكرت ان كل شيء عندها تمام وما خدتش بالها ان وينج اتخفى واتحرك قصادها في اتجاه الهيكل الخشب. المشكلة دلوقتي يا صديقي ان الهياكل فضلت مع فريق 59 لفترة طويلة وجمعوا نقاط كتير ومتفوقين على فريق 60، ولازم يلحقوا طريقة يسبقوهم او يوقفوا تجميع النقاط بالنسبة لهم، والحل الوحيد السيطرة على الخمس هياكل كلهم. وبالرغم ان وينج قوته عالية وقادر على الفوز، بس ابوه كان قلقان عليه علشان عارف ان ابنه من زمان هو بيتجاهل المشاعر اللي حواليه زي النجاح والفشل او مشاعر الحب من زملاته، والفترة كبيرة ما كانش بيسأل نفسه عن معنى الحياة، كل حاجة بالنسبة له من غير اي معنى. وعلشان قوته اللي ممكن تدمر التعويذة اللي عليه، ابوه استمر في تعليمه على تجاهل كل مشاعره. المرة الوحيدة اللي حس ببعض المشاعر يوم ما قابل سون في المدرسة ودافعت عنه واضطر يجرحها علشان تبعد عنه، بس لما دافعت عنه بحياتها في مدينة ملاهي عرف انها بتحبه بجد ومشاعره اتحركت ليها والحب اتولد جواه. وبالنسبة لمشاعر الصداقة فقدر يلاقيها مع غو شين بعد اختبار صناعة الحبوب. ودلوقتي بعد ما وينج سيطر على هيكل الخشب اتحرك لهيكل الارض، وطبعا ما كانش في اي حد هناك، وبكده هيقدر بسهولة يسيطر عليه قبل فوز الفريق 59. غو ما كانش قادر يتواصل مع شين فجري علشان يطمن عليه، وصلنا لما شافوه متعلق على شجرة في حالة صعبة جدا. وبعد ما الكلب قدر يتغلب على بي جري بسرعة علشان يندمج تاني مع وينج قبل ما التعويذة تنكسر وطاقته السلبية الكاملة تتحرر. وينج جواه مشاعر كتير لحظات الانتصار بين ايديه، خلاص بيقرر انه يحط السيف في هيكل الارض، حاسس انه لو استمر مشاعره هتغلبه والتعويذة هتدمره، فبيبقى عايز يسيب السيف. ولكن سون بتظهر وتمسك ايده وبتقول له انا معاك مش هسيبك، وبتشكره على كل حاجة عملها. بيقدر وينج يهدى ويسيطر على نفسه، وفي اخر لحظة بيسيطر على هيكل الارض، وكده الخمس هياكل مع فريق 60 وبيتم اعلان فوزهم الساحق على فريق 59 لاول مرة في تاريخ المدرسة. بس الكل بيلاحظ ان شين حالته صعبة. المدير شين بتصدم محدش يقدر يدمر تعويذة الحماية غير شخص قوته عالية جدا، وده معناه ان في حد خبير في السحر موجود معاهم في ساحة القتال. وفي اللحظة دي بتظهر مديرة منظمة الظلال بتهجم بقوة على سون وبتفصل طاقتها الروحية عن جسمها. وينج ما بيصدقش عينيه، البنت اللي حبابها بتموت قصاد عينيه بيشتعل من الغضب، قوته لو اتحررت هتدمر الكون. وفعلا التعويذة بتنكسر، وينج بقى زي الوحش المدمر عينه بتطلع نار، بيهجم على مديرة المنظمة بكل غضب، والكون كله ممكن يتدمر من قوته. في اللحظة دي بيظهر الكلب وبتعويذة منه الزمن بيقف وكل حاجة بتثبت في مكانها ما عدا الكلب. بيلاقي ان قوة وينج اسطورية، حتى تعويذة توقف الزمن مش هتقدر تقف قصاده. وينج بيكسر حاجز الزمن، بيدي لمديرة ضربة قوية بيطيرها بعيد، وبكده هي كمان بتخرج بره تعويذة الزمن، وبتفهم ان وينج اللي كان بيحمي سون الفترة اللي فاتت. بتحاول تجمع قوتها وتهجم عليه بتعويذة جبارة وضربات ساحقة، ولكن وينج ما بتأثرش بأي حاجة، واقف زي الجبل قصاد قوتها، وبيديها ضربة أسطورية بالطيارة في الجو، وبيكمل عليها بضرباته في منتهى السرعة والمهارة والغضب، وهو بيصرخ من جوه قلبه خلاص ما حدش هيقدر يوقفه مهما كان. نزلت المديرة ضرب بقوة ملهاش مثيل، الغضب اللي جواه مسيطر عليه، وقبل ما يقتل المديرة بيفوق لنفسه وبيفتكر سون وبيهدى تاني، وبيروح لسون وبيحاول يعالجها ويرجع لها روحها. الكلب بيقول ان مديرة المنظمة ضربتها بقوة لدرجة ان روح سون اتدمرت بالكامل، هي صدرت تنفس علشان
الكلب قدر يوقف الزمن مش اكتر، وفي اللحظه اللي هيوقف فيها التعويذه سون هتموت. بيحاول وينج يلاقي حل، بيقول انا على استعداد اضحي بكل طاقتي الروحيه في مقابل رجوعها تاني للحياه. الكلب بيقول له ان اللي اقدر عليه انه يوقف الزمن للابد، بس ده مش حل برضه. سون هتفضل قصاده جثه هامده بتتنفس مش اكتر. بيبكي وينج لاول مره من قلبه، حبيبته بين ايديه مش عارف ينقذها بالرغم من قوته الجباره، وبيفتكر كل ذكرياته معاها. وينج ما بيلاقيش قصاده غير حل واحد، محتاج قوه جباره علشان ينقذ سون وهي عادة بناء العالم من جديد. بيحاول وينج اكتر من مره، وفي كل محاوله العالم بيتدمر بطريقه مختلفه. بيقول خلاص اكيد دي اخر مره وسون هتبقى في امان. بيلاقيها زي ما هي روح السيف الخاص بيه، بيقول له ان روحها اتدمرت خلاص، محدش هيقدر يعيد احياء الحياه لاشت بالفعل. هنا وينج ما بيستسلمش، بيعيد بناء العالم من جديد. الكلب بيقول له مفيش فايده، كل مره تعيد فيها بناء العالم هتحصل على نفس النتيجه. وينج بيفكر شويه، بيقول الكلب اشرح لي اكتر عن قدراتك على توقف الزمن. بيعرفوا انه بيستخدم طاقته الروحيه وبيحولها لشعاع بيخلي كل الطاقه الروحيه في العالم تقرب من سرعه الضوء، فبيتوقف الزمن مؤقتا. وينج بيفكر لو استخدم طاقته الروحيه بدرجه اكبر من سرعه الضوء ممكن يرجع بالزمن. الكلب بيقول له ان ده نظريا ممكن، بس محتاج قوه روحيه ضخمه جدا. وينج بيقول له مفيش مشكله، وبيطلع طاقه روحيه جباره من جسمه. الكلب ساعتها بيخاف وبيقول له ان الرجوع بالزمن ضد قوانين الطبيعه وليها عواقب كبيره جدا. وينج في حاله سيئه، بيقول له مش مهم عنده قوانين الطبيعه، المهم ان سون ترجع للحياه. الكلب ما عندوش حل تاني، وبسرعه بيندمج مع وينج وبيستخدم طاقته الروحيه المرعبه في التحرك اسرع من الضوء. بنرجع بالزمن فعلا لاول يوم لوينج في المدرسه، والمره دي لما بيقابل المتنمرين بيحصل كل شيء بطريقه مختلفه، وبيقع على الارض. وساعتها شين بيجري بسرعه وبيساعده وبيدافع عن ابوه مساعده غو. وفي الصف المدرسي وينج بيتخيل سون قاعده في مكانها، بس بيلاقي بنت تانية اللي موجوده في العالم ده، وهو فاقد ذاكرته، بس بيتخيل سون كل شويه. واثناء ما هو ماشي مع اصدقائه بيتخيلها في عربيه ماشيه جنبه، فبيجري وراها باقصى سرعته. ولما بيوقف العربيه ما بيلاقيش سون، واللي بيظهر قصاده تانج وبي. وينج بيحس ان في حاجه غلط، مش عارف مين سون اللي بتظهر له كل شويه، وحياته طعمها اختلف، حاسس ان فقد جزء كبير جواه. المشكله بقى ان بسبب قوه الكلب وقوه وينج الرهيبه هو ما رجعش في الزمن ولا حاجه، ولكنه صنع عالم جديد تماما موازي للعالم الحقيقي. العالم الجديد ده بيستنفذ الطاقه من العالم القديم باستمرار، وفي النهايه العالم الحقيقي هيتدمر تماما ومحدش عنده قدره يوقف الكارثه دي. ولاول مره بننزل للعالم السفلي، وملكه العالم السفلي بتستغرب من اللي بيحصل في العالم والطاقه الرهيبه اللي ظهرت. في اللحظه دي بيجي لها المساعد بتاعها بروح سون، وبيقول لها ان الروح دي صعب التعامل معاه. واول لما الملكه بتشوف اسمها وحياتها بتتصدم والرعب بيبان على وشها. بتجري على روح سون وبتقول لها ان ده حلم مش اكتر. وبيجي لها مساعد تاني وبيقول لها ان في كارثه والعالم السفلي بيتدمر هو كمان، لانه جزء من العالم الحقيقي. في الوقت ده في العالم الموازي وينج واصدقائه بيروحوا لمدينه الملاهي وبيستمتعوا بكل شيء فيها على عكس وينج. وبتكتشف الملكه ان سون تبقى حبيبه وينج، ولو استمر في اللي بيعمله هيدمر العوالم الثلاثه واللي منهم الارض والعالم السفلي. علشان كده بتقرر الملكه ترسل روح سون لجسمها وتتقي شر وينج، لانه مجنون هيوديهم في داهيه. وفعلا بتفوق سون بعد ما روحها بترجع ليها، وروح سيف وينج بيتصدم من اللي حصل. اللي محدش يعرفه ان وينج في العالم ده فقد ذاكرته بالكامل، بس لما بيزور الاماكن اللي راحها مع سون بيحس ان في حاجه غلط. دلوقتي روح السيف بيفهم سون كل اللي حصل، وان وينج علشان ينقذها صنع عالم جديد بالكامل من غير ما يقصد، ولو ما قدروش يفوقوه العالم الحقيقي هيتدمر. سون بتقرر انها تفوق وينج وتنهي الكارثه دي بمساعده روح السيف. وينج في الوقت ده بيبقى في نفس المكان اللي اتولد فيه حبه لسون، وبيبكي بالدموع وبيقول ان المكان ده بيفكرني بالسعاده، ولكنها سعاده مفقوده في شيء غلط بيحصل لي. سون بتمسك روح سيف وينج بكل قوتها وبتنطلق بكل سرعه وقوه، وبتدمر العالم الموازي بالسيف بقوه جباره ومرعبه، وبتقسمه النصين. في اللحظه دي وينج بيفتكر كل شيء حصل له مع سون، بيخرج من العالم الموازي وبيمسك ايد سون، وما بيصدقش عينه انها اخيرا رجعت للحياه. بيرجع بالزمن المره دي فعلا اللحظه اللي مديره المنظمه كشفت عن شخصيتها الحقيقيه، وبيديها من بعيد ضربه مرعبه بتفقدها الوعي. وبكده بينقذ شين كمان، وبينتصر الفريق 60 اخيرا بعد مغامره اسطوريه تحدى فيها وينج قوانين الطبيعه والكون بحاله. وبيلاقي سون جايه عليه من بعيد وابتسامتها بتنسيه كل اللي حصل. الكلب بيقول له خلاص يا عم انت كده ارتحت وعملت اللي في دماغك، وبيفكروا باللي حصل بعد ما سون فوقته، وان علشان العالم الحي بيرجع لطبيعته اضطروا يدمجوا العالمين مع بعض، وبسبب الدمج ما رجعوش بالزمن، ولكن هم رجعوا لنقطه في الماضي، وسون ذاكرتها هتبقى طبيعيه ومش هتفتكر كل ده. بيقدر ابو وينج يوصله بالتعويذه الجديده، المشكله لو حطها هيقفل على مشاعره كلها بما فيها حب لسون واصدقائه، بس وينج بيوافق لان مهم عنده ان العالم يكون بسلام وامان. وبكده بينتهي الموسم الاول من الانمي الاسطوري، ولو عايزين باقي المواسم اكتبوا لنا في التعليقات. دمتم سالمين، سلام.